حبايبي طلاب ثالثه ثانوي عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله بنشرح فيديو في يونت 2 من اهم الفيديوز اللي موجوده، اللي هو ازاي نجيب الانتر كوارتايلز بس فروم فريكوانسي. من الفيديوز المهمه اللي هي عايزه هدوء كده وانت بتتفرج، وهنركز علشان في تفاصيل. ويلا مش هطول عليك، تعالى نخش في الموضوع على طول. بص يا صديقي، دلوقتي احنا في الفيديوز اللي فاتت لما كنا بنشرح الانتر كوارتايلز كانت بيكون معانا الارقام جاهزه، كان بيبقى معانا ارقام مثلا 5 7 11 12، فاحنا كنا بنرتبها وكنا بنقدر نحسب منهم الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3، وانت كنت عارف الرولز بتاعتهم. النهارده احنا هنتكلم عن داتا، بس الداتا دي موجوده بشكل مختلف. تخيل معايا كده ان انا دخلت الفصل بتاعي، بس الفصل كان فيه ارقام كتير. يعني كنت عامل امتحان، والامتحان دوت كانت الدرجات بتاعته كانت كتير. في الفيديوز اللي فاتت كانت الدرجات مش فكره كتير، كانت الدرجات واضحه. يعني سالت الطلبه مثلا انتوا جايبين درجات كام، فقالوا لي يا مستر مثلا الامتحان كام مثلا يعني من 30، فالدرجات كانت واضحه 23 24 25 وهكذا. انما هنا بقى العدد اكبر والدرجات اكتر، فانا ابتديت اعمل انترفلز للدرجات. فسالت مثلا ايه، بص كده يا صاحبي، قلت لهم كام واحد يا جماعه جاب درجات الامتحان كام من اي رقم. هقول لك دلوقتي، لو انا قلت لك كام واحد جاب من 10 تو، الشرطه دي مش ماينس، دي اسمها 10 تو، لان انا مش كاتب الماينس قبليها. ها، كام واحد جاب من 10 لحد 20؟ كام واحد جاوبني 7؟ يبقى ال7 دولت عدد الطلاب، صح؟ بس هو درجاتهم بكام؟ انا مش عارف درجاتهم بكام. انا سالتهم كام واحد جاب من 10 لحد 20، فكام واحد رفع ايديه؟ 7. السبعه دول بقى ممكن يكونوا جايبين 11، ممكن يكونوا جايبين 10، واحد فيهم جايب 10، واحد جايب 11، واحد جايب 12، واحد جايب 13.4. فاهم قصدي؟ يعني ارقام ما بين ال 10 وال 20. سالت سؤال تاني، كام واحد يا جماعه جاب من 10 من 20 لحد 30؟ فكام واحد رفع ايديه؟ 3. طب كم واحد يا جماعه جاب من 30 لحد 40؟ 5 رفعوا ايديهم. فالخمسه دولت جايبين من كام؟ من 30 لحد 40. طب كم واحد يا جماعه جاب من 40 لحد 50؟ فلقيت اللي جايب من 40 لحد 50 كانوا 2. طب كم واحد يا جماعه جاب من 40 لحد 50، سوري من 50 لحد 60؟ كم واحد رفع ايديه؟ 3. وبكده انا خلصت. يبقى انا سؤالي هنا، اول سؤال هساله لك، تقدر تقول لي عدد الطلبه اللي هنا كانوا كام؟ ممكن اقول لك، كان ممكن اعمل دول كده كلهم بلس، واقدر احسب لك التوتال بتاع الارقام ديت. فالتوتال دي هيطلعوا كام؟ ادي عندك 7 و3 10، كده 15، كده 20. يبقى المفروض الطلبه اللي معايا هنا كانوا 20. دي اول حاجه. طب السؤال الثاني اللي هساله لك، تقدر تقول لي الفول مارك بتاع الامتحان ده كان من كام؟ اقدر اقول لك. اول درجه علينا كانت من عندي من 10 ل 20، وبعد كده من 20 ل 30، 30 ل 40، 40 50. يبقى دي كده اكيد من 50 ل 60، حتى لو هو ما كانش قايل لي. طب وانت مستر عرفت منين؟ ما انا عرفت عشان دول كلهم الانترفال بتزيد 10، ف 10 20 30 40 50، يبقى اخر واحده دي كانت اكيد من 50 لحد 60. ده اول جزء. فهمت الجدول ده بيعمل ريبريزنت لايه؟ الجدول ده بيعمل حاجه اللي اسمها ريبريزنت فريكوانسي. الفريكوانسي ديت زي ما انت شايف كده انترفالز، والانترفالز دي موجود فيها التوتال نمبرز بتاعتي. كده انت فهمت الجدول دوت بيعبر عن ايه لحد كده؟ اوكي. الجدول ده بقى احنا عايزين نحسب منه الانتر كوارتايل رينج. طب احنا عشان نحسب الانتر كوارتايل رينج المفروض يكون معانا الكيو 1 ومعانا الكيو 2 ومعانا الكيو 3. طب ما انا عشان نجيب الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 لازم نجيب نمبرز بقى من جوه. يعني احنا عايزين الكيو 1 والكيو 2 من الارقام اللي من جوه، اللي هي ما بين ال 10 وال 20 والحاجات دي، يعني الدرجه بتاعت الطالب. فاهم قصدي؟ فدي هنحسبها ازاي؟ علشان نحسبها هنضطر نعمل حاجه اسمها ascending فريكوانسي تيبل. الاسندنج ده بنكتب فيه ايه؟ بص بقى يا صاحبي، هنكتب هنا ليس 10 accumulative frequency، ليس 10 وليس 20 وليس 30 وهكذا، و40 و50، وهنزود واحده من عندنا اللي هي 60. انا هعمل ده كده بس از تيبل. ها، حلو قوي. بص بقى يا صاحبي، الاول هفهم لك انا بعمل الجدول ده ازاي، وبعد كده هقول لك تعمله انت بسرعه ازاي. اول خطوه، كلمه less than دي يعني ايه؟ يعني كام واحد جاب اقل من 10؟ مفيش، لان الطبيعي ان انا قايل لهم كام واحد جاب من 10 لحد 20. ما حدش جاب اقل من 10. لو حد كان جاب اقل من 10 كنت انا كتبته. فاللي جاب من 10 لحد 20 7. طب اللي اقل من ال 10 مفيش، فاللي اقل من ال 10 هنا هكتب 0.
طب كم واحد جاب اقل من ال 20؟ اللي جابوا اقل من 20 هم دول 7. طب ليه يا مستر ما خدتش ال 3؟ لا، ما هو ال 3 ده من اول ال 20، انا بقول لك اللي اقل من 20، يبقى اللي اقل من 20 دولت 7. طب كم واحد جاب اقل من 30؟ اكيد دول اللي هو كانوا جايبين اقل من 20 واقل من 10، اللي هم من اول من اول 10 ومن اول 20، اللي هم ال 3 وال 7. 3 وال 7 هنا تكون 10. طب كم واحد جاب اقل من 40؟ يبقى هنعمل كل دول بلس 5 و3 و7، ف5 و3 و7 دول هيدوني 15. مستر انا مش فاهم. طب هقول لك، سيبك من الحته دي، هقول لك على طريقه سهله تجمع بيها على طول. انت كده فهمت هو الجدول بيعمل ايه؟ هو الجدول بيجيب لك اللي ليس كل واحده. احنا علشان نعرفها على طول هنكتب اول حاجه هنا عندنا 0، ولازم التوتال الاخير دوت يطلع التوتال اللي عندك، يعني لازم دي تطلع ب 20. هتعمل انت ايه بقى؟ هتعمل 0 بلس 7. 0 بلس 7 ايكوال 7. الانسر اللي يطلع تعمله بلس الرقم اللي بعده على طول بقى. 7 بلس 3 10. 10 بلس 5 15. 15 بلس 2 17. 17 بلس 3 20. يبقى انت كده حاسب صح. فهمت؟ يبقى انا دي كده هعملها بطريقه سريعه، بس انا فهمتك هي تتعمل ازاي. هي الطبيعي كنا بنعمل ايه؟ كل دول بنعملهم بلس بعض. فاحنا هنبدا اول حاجه بالزيرو. هنعمل 0 بلس 7 تديني 7. 7 بلس 3 تديني 10. 10 بلس 5 تديني 15، وهكذا. مجمع الفكره؟ معلش هناخد جزء تاني زي ده علشان نفهم الموضوع. واحده تاني، فكره تانيه بس زي دي، يعني مساله تانيه. افرض انا كنت عامل لك تيبل كده، والتيبل دوت انا كنت كاتب لك فيه الارقام كده. يلا كاتب لك من 0 داش، وبعد كده 5، وبعد كده 10، وبعد كده 15، وبعد كده 20. سؤالي يلا صح ساعدني، لو انا قلت لك كم واحد من 0 لحد 5، فهو الراجل كان مديني في الامتحان 3. طب من 5 لحد 10 كان مديهم لي 2. طب من 10 لحد 15 كان مديهم لي 10. طب من 15 لحد 20 كان مديهم لي 15. طب من 20 لحد هو مش قايل لي وكان مديهم لي 20. تمام؟ مبدئيا كده الجدول ده ماشي ازاي؟ 5 0 5 10 15 20. يبقى اخر درجه دي وانا مغمض اكيد كانت لحد 25. طب التوتال ممكن احسبه ازاي؟ اجمع كل الارقام دي بلس. طب ما يلا دول كده 5 15 30 50، يعني التوتال هنا المفروض يطلع معاك 50. طب لو انا عايز اكون التيبل بتاع بتاع الاكيوميوليتيف، الاسندنج اكيوميوليتيف، هكتب كده ليس، وهنكتب 0 وليس 5 وليس 10 وليس 15 وليس 20 وليس 25. لازم بنزود واحده من عندنا. يلا يا صديقي، ها لا دي مش عايزه دي كده بقى اهو. مبدئيا كده انا هبدا بمين؟ بالزيرو. هتعمل كل واحده بلس. 0 بلس 3 ايكوال 3. 3 بلس 2 ايكوال 5. 5 بلس 10 ايكوال 15. 15 بلس 15 30. 30 بلس 20 50. برافو عليك، وصلنا لحد الاخر 50. يبقى احنا كده كونا الجدول مظبوط. دولت اول جدولين موجودين معايا. طب ينفع اسالك سؤال؟ لو انا اصلا كنت كاتب لك الجدول ده، همسح ده كده. لو انا معايا التيبل ده بتاع الاسندنج فريكونسي، نقدر نجيب الجدول الاصلي؟ تقدر تجيبه ازاي؟ اهو بص بقى، انا الجدول ده ما كانش موجود صح؟ ده بس اللي معايا. تعالى بقى، وانا ما كنتش شايف ده. مبدئيا كده احنا ماشيين 0 5 10، يبقى خلاص يبقى احنا ماشيين 0 وبعد كده 5 وبعد كده 10 وبعد كده 15، واخر حاجه هنا كان معانا 20 و25، الاثنين دول بيبقوا مع بعض 20 25. طيب مبدئيا كده بقى احنا عايزين نجيب الارقام اللي هنا، نعمل كل اتنين ورا بعض ماينس. فنعمل 3 ماينس 0 تديني 3. 5 ماينس 3 تديني 2. 15 ماينس 5 تديني 5. طب 30 ماينس 15 تديني 15. 50 ماينس 30 تديني 20. وانت كده عرفت ان التوتال اصلا هو كان مديهولك اللي هو كان ب 50. انا عندي نصيحه ليك، علشان نشتغل في المساله ديت لازم يكون معانا التو تيبلز دوت، ده رقم واحد. يبقى اول حاجه لازم يكون معاك التو تيبلز. لو انت معاك الاولاني تقدر تجيب الثاني، لو انت معاك الثاني تجيب الاولاني. اول جزء تمام. تعالى بقى ندور هنجيب الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 ازاي.
اول حاجه احنا عايزين نحسب الانتر كوارتايل رينجز او الكوارتايلز عموما اللي هم الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. كل واحد من هنا ليه رول. تعال نرجع للمساله الاولانيه بتاعتنا هنا. لو انا عايز احسب الكيو 1، فاكر انت في الارقام العاديه كانت الكيو 1 كانت عباره عن ايه؟ كانت عباره عن كوارتر الان بلس 1. هنا الرول بتاعنا كوارتر ملتبلاي الان بس. طب الكيو 2 كانت عباره عن هاف ملتبلاي الان بس. طب الكيو 3 كانت عباره عن 3 كوارتر ملتبلاي الان بس. يبقى اول حاجه لازم تكون عارف الرولز ديت، الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. الكيو 1 ايوه كوارتر الان، الكيو 2 هاف الان، الكيو 3 كوارتر الان. اوعى تتلخبط ما بين دول وما بين الاصل اللي موجودين معانا في المساله التانيين اللي هم بتوع النمبرز العاديه. تمام. طيب احنا كده بقى معانا الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. عايزين ده الاوردر. طب هي الكيو مثلا هنا الان كانت بكام؟ كانت ب 20. يبقى معنى كده ان الاوردر بتاع الكيو 1 هيطلع كوارتر ملتبلاي 20، هتطلع 5. يبقى ال5 ده مكانه مش الفاليو بتاعته. طب الكيو 2 هنجيب الاوردر بتاعه. الاوردر بتاعه هيكون عباره عن ايه؟ عباره عن هاف ملتبلاي 20 اللي هي هتطلع 10. ال 10 دي مين؟ البوزيشن بتاعه مش الفاليو. طب الكيو 3 هنعمل 3 كوارتر ملتبلاي ال 20 ودي هتديك كام؟ 3 اوفر 4 ملتبلاي 20 هتديك 15. ال 15 دي مين؟ برافو عليك، ال 15 ده البوزيشن. انما لسه كل ده احنا ما حسبناش الكيو 1 بقى از ا فاليو بكام؟ ليها طريقه بقى. تعالى معلش نتشيك على الجزء ده الاول، انا ماشي معاك واحده واحده نتاكد ان احنا بنعرف نعمله، وتعالى ناخد مساله حقيقيه. بص يا صاحبي، معايا مساله هنا وبيقول لي ايه؟ بيقول لي عايز نحسب ال3 كوارتايلز، الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. بص يا صاحبي الجدول موجود معاهم، فتعالى اول حاجه نحسب الجدول الثاني. احنا معناش غير جدول واحد بس، فاحنا لازم نعمل جدول الاسندنج. فيلا واحده واحده. هنكتب لس 22 ومعانا شرط اهي، لس 27 وبعد كده لس 32 37 42 47 ولازم نزود واحده من عندنا. هو الجدول هنا بيزيد كام؟ بيزيد 5، فلما نزود على دي 5 هتطلع 52. وكده تعالى بقى نكون اول جدول معانا، الجدول الثاني. احنا معانا جدول وكده بنكون الجدول الثاني. اول رقم قلت لك هنبدا بمين؟ هنبدا بالزيرو وهنعمل بلس. 0 بلس 9 تديني 9، 9 بلس 3 تديني 12 ده بالكالكوليتر، 12 بلس 10 تديني 22، 22 بلس 8 تديني 30، 30 بلس 12 تديني 42، 42 بلس 8 تديني 50. والحمد لله دي مظبوطه لان التوتال هنا طلع 50. اول خطوه تمام؟ تمام. جاهز يا صاحبي؟ حلو. هنحسب الاوردرات بتاعت الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. الكيو 1 از ا اوردر كوارتر ملتبلاي ال 50 هتديني كام؟ 12.5. طب الكيو 2 هنعمل هاف ملتبلاي ال 50 هتديني 25. الكيو 3 كوارتر ملتبلاي ال 50 هتديني 37.5. وكده دولت الاوردرات بتاعتي، يعني ده البوزيشن. عايزين نحسب بقى الكيو 1 دي بكام والكيو 2 والكيو 3. هي دي التريكات بتاعت المساله. بص بقى، الكيو 1 هنستخدم لها 5 ارقام: 1 2 3 4 5 ومعاهم الاوبريشن بتاعتنا كلها، البلس والماينس والباي والديفايدد. تاني مبدئيا كده انا عايزك تحفظ الفورمه دي: بلس وماينس وباي وديفايدد ومعاك نمبرز بقى 5 ارقام. هقول لك كل رقم من هنا عباره عن ايه. اول رقم ده اسهلهم، الكيو. انا كده بحسب الكيو 1. هي الكيو 1 از بوزيشن طلعت كام؟ 12.5. هتحط لي هنا ال 12.5. ال 12.5 دي بقى بتوين هنا في الاسندنج بتوين مين ومين؟ ال 12.5 دي ظهرت امتى؟ ظهرت هنا، ظهرت بعد ال 12. يبقى هنحط هنا ماينس 12. يبقى كده انت عرفت اول رقمين، ده البوزيشن وده الرقم اللي قبليه على طول. طيب
ال 12 دي بقى هنا من الجدول كان مين اللي قدامها في الانترفال؟ ال 32. هتبص على ال 32 في الجدول الاصلي كانت ما بين كام وكام؟ ال 32 كان معاها كام؟ 10. هنحط هنا ال 32 وهنحط هنا ال 10. فاضل اخر رقم بس، ده الانترفال ويتس. احنا كل مره بنزيد كام؟ كل مره كنت بتزيد كام هنا عندك؟ 5. فهنكتب هنا 5 وهنطلع دي بالكالكوليتر، وكده يبقى احنا خلصنا Q1. معلش هنعمل Q2. ركز، انت عايز دلوقتي Q2 يبقى 5 ارقام ما بينهم كل الاوبريشن بلس وماينس وباي وديفايدد. ويلا يا صاحبي اول واحده هنا معانا الكيو 2 طلع معاك كام هنا؟ 25. يبقى دي اسهل رقم اللي هو ال 25. هتعمل 25 ماينس كام؟ تعال نبص بقى. ال 25 دي ما بين مين ومين؟ ما بين ال 22 وال 30. يبقى 25 ماينس 22 اللي قبلها على طول. بص على ال 22 كان معاها مين؟ 37. بص على هنا ال 37 معاها 8. هنحط هنا 37 وهنحط هنا 8. طب دوت الويتس مش هيتغير، يبقى دي 5 وهنطلع دي بالكالكوليتر. يلا هنحسب الكيو 3. 5 ارقام بلس ماينس باي ديفايدد. يلا يا صاحبي، ها هنا معانا 37.5 دي اللي بتتحط في المكان ده 37.5. هنعملها ماينس. تعال ندور على 37.5 ما بين مين ومين؟ ما بين ال 30 وال 42. يبقى 37 45 ماينس 30. ال 30 هنا قدامها مين؟ ال 42. بص هنا ال 42 معاها 12. يبقى ال 42 ومعانا 12 وهنا دي 5 ما بتغيرش. ويلا نحط كل واحده من هنا على الكالكوليتر. هنعمل 32 بلس، هنعمل فراكشن 12.5 ماينس 12 وتحت اوفر 10، وهنرجع هنا ونعملها ملتبلاي ال 5 ونطلع بالكالكوليتر والانسر طلع 32.25. وده مين؟ ده الكيو 1. تعال نطلع الكيو 2. هنعمل نفس الحركه 37 بلس، اعمل فراكشن واعمل 25 ماينس 22 وانزل تحت واكتب 8 واخرج بره واعمل ملتبلاي 5 وطلع الاجابه وطلعت 38.8 او 38.9 عشان عملت لها ابروكسيميت. ويلا خد اخر واحده وهنعمل 42 بلس واعمل فراكشن واعمل لي 37.5 ماينس 30 وانزل لي تحت واكتب لي 12 واخرج بره واعملها ملتبلاي 5 ويلا بينا طلعت الاجابه 45.125. وبكده يبقى انت قدرت تطلع الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3 بس من الفريكونسي اللي موجوده معانا دي. مش ريل نمبرز، مش يعني مش الارقام ورا بعض، لا ده تيبل فيه فريكونسي. تعالى ناخد واحده ثانيه. اهم حاجه تكون معاك الشكل ده. طب ده يا مستر موجود في ورقه المفاهيم؟ بصراحه موجود في ورقه المفاهيم بس هو مكتوب التيكتس بتاعته. يعني مكتوب هنا مثلا الانترفال ويتس، مكتوب هنا الستارت فريكونسي. فانت عايز تكون عارف كل حاجه مكانها فين. بالتدريب اكتر الدنيا هتظبط معاك. تعالى ناخد مساله ثانيه ونشوف هنحلها ازاي. يلا يا صاحبي، هنا مثلا بيقول لك ايه؟ الحق التيبل ده. بيقول لك فروم ذا فولوينج تيبل. شكرا، الراجل هنا مسهل لك كل حاجه. جاب لك الانترفال وجاب لك الفريكونسي وجاب لك الابر باوندر اللي هو الليزان والليزان والليزان والاسندنج كيوميوليتيف فريكونسي. يعني هو عمل لك التو تيبل. شكرا قوي. بس التيبل ده هو بس قايل لك ايه؟ يعني من 4 لحد 8 مديها 2، من 8 لحد 12 مديها 4، من 12 لحد 16 مديها 8. فاهم الفكره؟ يعني ده الجدول اللي بالعرض بس هو كاتبه لك بالطول. تمام؟ يعني انت كده معاك التو تيبلز اهو. يعني يا جماعه عشان ما يلخبطكش بس الجدول ده هو ده اللي هو الجزء ده كده، الاثنين دول كده مع بعض ده الجدول بتاعنا اللي هو الاصلي اللي هو كنا بنبقى عاملينه كده. فاهم؟ ده الجدول الاصلي اللي هو ده كده اهو. فهو كاتب لك من 4 لحد 8 اللي هي طلعت 2، من 8 لحد 12، من 12 لحد 16، من 16 لحد 20، من 20 لحد 24. وكاتب لك الارقام بقى، هنا 2 وهنا في 4 وهنا في 6 وهنا في 8 وهنا في 4 والتوتال اللي عندك هنا اللي هو 24. فاهم قصدي الفكره ماشيه ازاي؟ يعني هو عامل لك الجدول. تعالى بقى نشوف هو عايز ايه. هو عايز هنا if the lower quartile Q1 is 12. هو عايز السيمي انتر كوارتايل رينج. هو ايه الرول بتاع السيمي انتر كوارتايل رينج؟ الكيو 3 ماينس الكيو 1 اوفر 2. يبقى انا عايز احسب مين دلوقتي؟ يبقى انا عايز احسب
الكيو 3. طب ما تيجي نحسب الكيو 3، نكتب الرول بتاعه الاول. هو ايه الرول بتاع الكيو 3؟ 3 كوارتر ملتبلاي الان. طب الان هنا بكام؟ اللي هو التوتال هنا بكام؟ ب 24. يبقى انت هتعمل 3 اوفر 4 ملتبلاي 24. طلع يلا بالكالكوليتر، اكتب 3 اوفر 4 واعملها كده ملتبلاي ال 24 والاجابه طلعت معاك 18. يبقى احنا عرفنا ان الكيو 3 دوت طلع 18. بس ده البوزيشن، ده مش الانسرز بتاعه. فتعالى ندور بقى على ال 18 دي هنعملها ازاي. انا دلوقتي هضطر احسب الكيو 3، فهعمل 5 ارقام بلس وماينس وباي وديفايدد، وانا عايز اطلع كل الارقام دي. ده اسهل واحد. بتشوف الانترفال بتزيد قد ايه؟ 4 8 12 16 بتزيد 4، ده اسهل واحد 4. وده سهل موت، 18 بتتحط هنا. فاضل بقى ال 18 ديت ظهرت امتى هنا في الفريك في الاسندنج كيوميوليتيف فريكوانسي؟ ال 18 ديت ظهرت هنا في النص من بعد ال 12 وقبل ال 20. يبقى 18 ماينس 12 بناخد اللي قبلها على طول. اللي قبلها ده بقى كان بتاع مين؟ كان بتاع ال 16. بص لي بقى على ال 16 كان معاها كام؟ ال 16 كان معاها 8. وهنحط دي على الكالكوليتر. يبقى انت قدرت تحسب الكيو 1. هتكتب 16 بلس وهتعمل 18 ماينس 12 وتنزل تحت وتكتب 8 وبعد كده ملتبلاي 4. الانسر طلع 19. يبقى الكيو 3 طلع 19. يبقى انت هتعمل بقى، انت معاك كده كيو 3 طلع 19 وانت معاك الكيو 1، يبقى هتعمل 19 ماينس 12 وهتعملها ديفايدد 2 وهتطلع لنا الاجابه اللي هي طلعت 3.5 اللي هي 3 اند هاف. فهمت الفكره؟ الفكره كلها بس في الحكايه دي ان انت تكون عارف تطبق الجزء ده. بندور على الكيو 3 بكام او الكيو 1 البوزيشن، بناخد الرقم اللي قبله وبنشوفه في الجدول الاصلي. هنا ده البوزيشن بتاعي، ده الرقم اللي قبله، وبعد كده الرقم اللي قبله في الانترفال ما بين كام وكام، وبناخد الرقمين نحطهم هنا، ودي الانترفال ويتس. تعال نجرب مره كمان علشان انا عايزك تبقى مطمن من السؤال دوت. يلا يا صاحبي. هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي معانا هنا التيبل دوت فيه 50 وهو عايز السيمي انتر كوارتايل رينج. ياه، يبقى انا لازم اجيب له الكيو 1 والكيو 3 واعملهم ماينس بعض اوفر 2، وانا معيش غير تيبل واحد بس، فهضطر اكون التيبل الثاني. يلا ساعدوني بقى. هكتب ليست 22 ليست 25 28 31 34 وبعد كده 37 وهنزود واحده من عندنا. احنا قلنا 22 25 38 31، احنا بنزود كده 3، فاخر حاجه هنا معانا هتكون 40. يلا تعالوا نكون الجدول ده. يلا ها، اول حاجه هنحط من عندنا مين؟ الزيرو. يلا 0 بلس 5 تديني 5، 5 بلس 7 تديني 12، طب ال 12 بلس 12 تديني 24، طب ال 24 بلس ال 10 تديني 34، 34 بلس ال 9 يبقى 33، و 33 بلس ال 7 تديني 40. عملنا حاجه غلط؟ نراجعها تاني كده معلش. يعني في رقم انا حسبته غلط، فمعلش هعملها بالكالكوليتر عشان اتشيك ان انا في حاجه عملتها غلط. 0 بلس 5 ايكوال 5 صح. 5 بلس 7 الاجابه ادتني 12. 12 بلس 10 ايكوال 12 بلس 10 ايكوال تاني سوري 0. ايه يا جماعه في ايه؟ اتلخبطت. 0 بلس 5 ايكوال 5، 5 بلس 7 ايكوال 12، 12 بلس 12 ايكوال 24 صح اهي. 24 بلس 10 ايكوال 34. ما انا كاتب 34. 34 بلس 9 ايكوال 4. اهي سوري اهي اخر واحده اللي انا عمال ادور عليها دي 43. 43 بلس 7 تديني 50 وكده تمام مظبوط. الحمد لله ماشي. اخر واحده مثلا كتبتها 34 وهي كانت انا كتبت 43 وهي 43 وهي 33 وهي كانت 43. تمام كده الحمد لله احنا جونا الجدول الاصلي. بعد ما كونت الجدول الاصلي تعالى بقى نشتغل بالكيو 1 والكيو 3. انا عايز احسب الكيو 1. ايه القانون بتاع الكيو 1؟ كوارتر ملتبلاي الان دول اللي هم كانوا 50 هتطلع 12.5. طب تعالى نحسب الكيو 3. 3 كوارتر ملتبلاي ال 50. 3 كوارتر ملتبلاي ال 50 عايز نحسبها بالكالكوليتر ماشي هتطلع 37.5 بس نتشيك برضو 3 اوفر 4 ملتبلاي ال 50 اهي طلعت 37.5. كده فاضل بس
مش هينفع نعمل كيو 3 ماينس كيو 1 من هنا، لازم نجيب الفاليو بتاعتهم. فتعالى نجيب الفاليو بتاعتهم بقى. هنعمل براكت بلس ماينس، هنا في رقم وهنا في رقم وهنا في رقم وهنا في ملتبلاي وهنا في الانترفال ويتس، وهنا نفس الكلام علشان ده كده الكيو 1 لسه هنحسبه، ولسه هنحسب كمان الكيو 3 اهو. جهزنا الفورمه بتاعتنا ويلا تعالى نحط الارقام. يلا يا صديقي، ها اول حاجه معانا مين هنا؟ عايزين نحسب الكيو 1. الكيو 1 هنا كانت 12.5، ادي ال 12.5. ال 12.5 ظهرت امتى هنا؟ مين اللي قبلها على طول؟ ال 12. طب ال 12 دي كانت بتاعت مين؟ ال 28. من الجدول هنا هنحط ال 28 وهنحط ال 12. وهنا الويتس احنا كنا بنزيد قد ايه؟ كل مره كنا بنزيد قد ايه؟ اتفقنا مع بعض ان احنا كنا بنزيد 3. طب يلا ناخد الكيو 3 37.5 اهي. ال 37.5 ظهرت امتى؟ ظهرت بعد ال 34، يبقى هنا في 34 وهنعملها. 34 دي بتاعت مين؟ دي برضه بتاعت ال 34، ماشي مفيش مشكله اهي. يبقى هنا في 34 وهنا في 9. طب والويتس اللي عندك هنا طلع بكام؟ طلع ب 3. يلا تعالى نحسب دي بقى على الكالكوليتور ونحسب دي على الكالكوليتور. هنطلع الانسر ده وهنطلع الانسر ده، وهو عايز السيمي انتر كوارتايل رينج، يعني هنعملهم ماينس بعض اوفر 2. يعني هنعمل 28 بلس وافتح فراكشن و12.5 ماينس 12 وانزل تحت واكتب لي 12 واعملها ملتبلاي 3. ويلا الاجابه طلعت 28.125. 28.125 ده كده الكيو 1. تعالى نحسب الكيو 3. هنعمل 34 بلس، هنعمل فراكشن وهنعمل 37.5 ماينس 34 وهننزل تحت ونعملها اوفر 9 وهنعملها ملتبلاي 3 وهنطلع الانسر بالكالكوليتور. والانسر اللي طلع ده هنعمله بقى بالمره بقى ماينس الرقم الاولاني اللي معانا اللي هو بتاع الكيو 1 28.125، والانسر اللي طلع هنعمله ديفايدد 2 علشان يبقى احنا كده حسبنا الانتر كوارتايل رينج وطلع 3.5. هو طلع 3.52 والزيرو ال8 دي هتعمل ابروكسيميت للزيرو هتخليها 1، يعني المفروض كنت اختار الاجابه رقم ايه. وده اول جزء معانا لو احنا عايزين نجيب الفريكونسي بس زي ما انت شايف كده من عايزين نجيب سوري الانتر كوارتايل رينج بس فروم الايه الفريكونسي. الجزء الثاني اللي معانا ان احنا ممكن نعمل الحركه ديت بس من الجراف، وديت الجزء دوت هيكون سهل قوي ولطيف يعني ده ما فيهوش مشكله خالص. هنا بيقول لي ايه بقى؟ بص السؤال ده هنا هناخد عايزين نرسم الانتر كوارتايل بس عايزين نرسمها في الجراف. فتعال نبص كده هنرسمها في الجراف ازاي. احنا معانا التيبل موجود معانا 15 و20 و25 و30 و35 وهو بيقول لك عايز ال3 كوارتايلز بس عايزين نجيبهم من الجراف. عشان نجيب ال3 كوارتايلز من الجراف هنعمل ايه؟ هنضطر برضو نعمل الجدول بتاع الرينج بتاع الاسندنج. يعني هنيجي هنا ونكتب معانا هنا لس ولس ولس. فيلا بينا تعالى نكتب اللس هنا. احنا معانا هنا الارقام اللي كانت موجوده معانا كان معانا هنكتب ليس وهكتب 15 وهعمل ليس 20 وليس 25 وليس 30 وليس 35 وليس من 40 واخر حاجه عندنا ليس 45. احنا كل مره كنا بنزيد كام؟ كنا بنزيد 5. يلا يا صاحبي تعالى نشتغل بقى واحده واحده. اول حاجه هنحط من عندنا الزيرو وهنعمل 0 بلس 3 اللي هي هتديني 3. 3 بلس 9 اللي هي هتديني 12. طب 12 بلس 15 تديني 27. طب 27 بلس 18 مش عارف يا مستر، خلاص احسبها بالكالكوليتر. يلا 27 بلس 18. 27 بلس 18 طلعت 45 فانا كتبت هنا معانا 45. طب 45 بلس 12 ماشي يا مستر اهو 45 بلس 12 ولا يهمك يا صاحبي طلعت 57. طب 57 بلس 3 اللي هي طلعت 60 وكده المساله كانت موجوده. فاضل ان احنا بس ايه؟ فاضل ان احنا نرسمها في الجراف. فتعالى نرسم ديت في الجراف. يلا جميل. علشان نرسم الجراف انا بس ايه نزلت لك الجدول قدامك اهو علشان يبقى الاثنين قدام بعض. فاول حاجه هعملها في الجراف هرسم هنا الاكس اكسس وهنحط هنا الواي اكسس. بص بقى يا صاحبي دايما في الواي اكسس هنا في الجدول دوت لازم امشي لي 10 20 30. كل واحده من هنا كل سكوير صغير هيبقى ب1. فهكتب هنا 10 وهكتب هنا 20 وهنا 30 وهنا 40 وهنا 50 وهنا 60 وهكذا وهنا 70. طيب تعال نشوف معانا بقى هنا الفريكونسي اصلا كان ماشي ازاي. كان ماشي هنا لسه 15 و20 و25. هنمشي عادي الجدول بتاعنا هنا خالص 15 و20 و25 وبعد كده 30 و35 و40 و45 ومعانا هنا معانا 50 لحد كده. اوكي تمام. تعال بص بقى يا صاحبي
دلوقتي انت معاك الليس 15 دوت كان طلع بكام؟ بزيرو، يبقى ال 15 طلعت عند الزيرو، هنحط بوينت هنا. طيب ال 20 مطلعه 3، ال 20 دي بقى هتعد 3 خطوات صغيرين 1 2 3 اهي. بعد كده ال 25 مطلعه 12، ال 25 هنطلع لحد 12، بعد ال 10 نعد خطتين، عديت اهم شرطتين طلعت 12. ال 30 طلعت عند ال 27، عد من عند ال 30 لحد ال 27، ادي ال 20 وطلع لي لحد ال 7 1 2 3 4 5 6 7 اهو. يبقى انا كده عملت من عند ال 30 لحد ال 27. ال 35 مطلعه 45، ادي ال 35 ادي ال 40 وهنطلع لحد ال 45 يعني في النص بالظبط. طب ال 40 مطلعه 57، ادي ال 40 عند ال 57 يعني بعد ال 50 ونعد 7 خطوات صغيرين او انزل من عند ال 60 3 هي. واخر حاجه من عندي ال 45 مطلعه 60 اللي هو ده. هنرسم اللاين ده بس هنرسمه بايدينا مش بالمسطره، يعني هنمسك كده وفاضل اخر خطوه بس هنعملها دلوقتي. عايزين نحسب بقى الكيو 1 از ا بوزيشن والكيو 2 والكيو 3. هي الكيو 1 اصلا كنا بنعملها ازاي؟ مش انت فاكر ان احنا كنا بنعمل كوارتر الان، والان دي اصلا في المساله كانت بكام؟ كانت ب 60، فاحنا هنعمل كوارتر ملتبلاي 60 اللي هي هتديني 15. طب وهنعمل هاف ملتبلاي 60 اللي هي هتديني 30، وهنعمل 3 كوارتر ملتبلاي 60، 3 كوارتر ملتبلاي 60 اللي هي هتديني 45. عايزين ندور بقى على ال 15 وال 30 وال 45 بس من التيبل، من الجراف اللي موجود معانا ده. تعالى دور لي هنا على ال 15، ال 15 مكانها فين هنا؟ ما بين ال 10 وال 20. هنيجي من عند ال 15 وناخد لاين لحد ما نخبط في الجراف، وبعد كده ننزل بيها على تحت. لما هننزل بيها على تحت هنبص ابروكسيميت طلعت بكام؟ ابروكسيميت طلعت 25 وبعديها واحده يعني تقريبا 26. يبقى الكيو 1 دوت ابروكسيميت يعني 26. طب لو حد كان كتبها 27 صح، دي علشان نحسبها بقى اكزاكتلي مظبوطه كنا بنستخدم الايه؟ صح الطريقه الاولانيه بتاعتنا اللي هي بتاعت الفريكونسي تيبل. طيب تعال نشوف نحسب الكيو 2 تاني ازاي. الكيو 2 دي طلعت ب 30، ال 30 موجوده فوق اهي. هنيجي عند ال 30 ونمشي بايدينا كده، لا باللاين بالمسطره لحد ما نخبط عند اللاين. جينا عند اللاين هننزل تحت ونبص هو عند كام. تقريبا كان عند ال 31، يبقى الكيو 2 كان طلع عند ال 31. طب الكيو 3، الكيو 3 ده كان عند ال 45. تعالى عند ال 45 امشي خط 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 لحد ما تخبط، انزل تحت يا صاحبي طلع عند ال 34. ولو انت كنت كتبتها 35 كانت برضو هتطلع مظبوطه. وهو بنسبه كبيره في الامتحان ما بيخلكش ترسمها، بنسبه كبيره بتبقى جايه مرسومه وبيديك اكسرسايز عليها، يعني احنا اللي نطلع منها الكيو 1 والكيو 2 والكيو 3. وبكده في الفيديو ده الحمد لله انت قدرت تحسب الكوارتايلز بس فروم الفريكونسي تيبل، وقدرت تحسبه كمان فروم الجراف. وكده الحمد لله نبقى خلصنا يونت 2، واستنونا ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنعمل ريفيجن كامل على يونت 2 كل الاسئله اللي جت في الامتحان. واشوفكم على خير ان شاء الله. باي باي.